واخدين بالكم الأيام دي طلع حاجة جميلة قوي وسط الزحمة والانشغال والسوشيال ميديا. برنامج خلت كل البيوت المصرية تقعد قدام الشاشة وتنفرد وتشاهد وتسمع ترتيل القرآن وهو دولة التلاوة. من أفضل البرامج على الإطلاق. أنا بالنسبة لي ليا الفخر إني مصر دولة الإسلام والأزهر الشريف يكملوا مسيرة العلماء في الأزهر الشريف والأصوات وعدم اختفاء الأصوات، بل بالعكس إن هو بيكون جسر تواصل ما بين حاجة في الزمان وفي الحالي، رغم الذكاء الاصطناعي والسوشيال ميديا. جباهزة، أنا بالنسبة لي بسميهم جباهزة، جباهزة علماء، أصوات رائعة، انفراد رائع في دولة التلاوة. بيكملوا أصوات النقشبندي، عبد الباسط، عبد الصمد، محمد رفعت، الحسري. أصوات رائعة لسه بتكون في جيلنا ومخلدة في أذهاننا، بل بالعكس إحنا بنحاول نطور وبنحاول نسمع ونشوف عشان يوصل للأجيال فيما بعد. بالعكس، من أفضل البرامج أنا بالنسبة لي بتابعه. وربنا يا رب كده يوفق كل المتسابقين ويوفق كل القائمين على البرنامج. مصر منفردة، الأزهر الشريف خرجت علماء وجباهزة في الأزهر الشريف ودولة التلاوة.